بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل كبده اسكندراني. كبده الاسكندراني اكله محبوبه طبعا، وما فيهاش اي حاجه، يعني زي ما انتم شايفين كده مكوناتها بسيطه، وهنعملها ان شاء الله مع بعض بسرعه. هستخدم معايا في الطريقه بتاعتنا ان شاء الله نص كبده، نص كيلو كبده شرايح. ممكن تجيبوها قطع عادي وتقطعوها بالطريقه اللي انتم حابينها، شرايح سمبوكسات زي ما تحبوا، بس انا جايباها جاهزه شرايح متقطعه. وهنستخدم فلفل حامي وفلفل رومي وبصله متوسطه ومعلقه توم. طبعا بالنسبه للتوابل هنستخدم ملح، فلفل، كزبره، حبهان، بابريكا، توابل كبده، وهنستخدم حبه شطه برضو، دي حاجه اختياريه للي حابب شطه بيحب يستخدمها ماشي، اللي مش بيحب براحته. والكمون. الحاجات دي كلها طبعا اغلبها عشان خاطر الريحه الجميله وعشان يشيل الزفاره اللي في الكبده. اول خطوه هنعملها ناخد الكبده ونغسلها غسله كويسه جدا. حبه توم، حبه خل، حبه ليمون، حبه دقيق، وفي الاخر نشطفها ونجهزها على الاستخدام. هقطع الخضار واغسل الكبده وارجع معاكم. غسلت الكبده غسله حلوه كده نظيفه عشان متبقاش فيها ريحه مش كويسه. وقطعنا الفلفل وقطعت البصل. جهزت كده كل حاجتي، كده هنخش على التسويه. طبعا الكبده مش هحط كل حاجه فوق بعض واجري، لا، الكبده بالذات بيبقى لها طريقه معينه بتحط ايه قبل ايه عشان بتفرق في الطعم وفي الريحه. الكبده من الحاجات اللي بيكون فيها نسبه زفاره كده بسيطه، فلو ظبطنا الاكل بتاعنا وحطينا الحاجات بالترتيب الصح مش هيبقى لها اي ريحه، بتبقى جميله وريحتها جميله وتشد اي حد. فهنبدا اول حاجه هنسخن طاسه على النار. سخنا الطاسه على النار، نبدا ننزل الكبده بعد ما غسلناها وصفيناها. زي ما انتم شايفين لازم اديها صدمه قبل ما احط اي حاجه، هي كده في النار لوحدها متقطعه، بس هي غريب شويه متقطعه شرايح. انا حتى حاولت اقصها شويه او اصغرها شويه عشان كل ما كانت صغيره بالنسبه لي بحسها بتبان فيها الخلط اكتر وبتبقى اجمل من الكبيره اللي تحسها مش باينه فيها الخلط قوي. هنديها تشويحتين لغايه ما تشرب الميه بتاعتها الاول قبل ما نحط اي حاجه. بعد ما سويناها شويه وشربت الميه بتاعتها حبه كده، لسه ما حطيناش حاجه عليها. اول حاجه هنحطها معانا هي الثوم. هنحط اول حاجه الثوم. ليه بقى الثوم؟ عشان الثوم ده هيشيل الزفاره اللي فيها تماما. اول ما ياخد تشويحتين هننزل بالتوابل بتاعتنا كلها. التوابل مع الثوم هتخلي الكبده ما فيهاش اي زفاره، بالعكس هتاخد طعم الثوم وطعم التوابل مع طعم الكبده، طبعا بتبقى جميله جدا جدا. انا ما حطيتش اي دهون، انا ما حطيتش اي دهون، لا سمنه ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه. هنسيبها كده تشرب حبه من الثوم ومن التتبيله عشان بعد كده نبدا نحط الخطوه اللي بعد منها. دلوقتي هنحط البصل. نحط البصل بتاعنا نديله تشويحتين. طبعا الكبده بقت ناشفه شويه مع التحمير عشان مش حاطه لها دهون. هحط بقى ايه، حبه ميه. الميه بتساعد في سواها وبتخليها جوسي، ما تبقاش ناشفه، ما تبقاش ناشفه، تبقى كده جوسي كده في الاكل وحلوه. والجوس بتاعها بيبقى فيه التتبيله بتاعه الكبده تديها طعم جميل وحلو جدا. هنسيبها حبه مع البصل تستوي شويه عشان ننزل بعد كده باخر حاجه وهي الفلفل. ادي الفلفل الاخضر، حاطين فلفل رومي وحاطه قرنين فلفل حامي، مش حامي قوي يعني، اعتقد متوسط. احنا اصلا حاطين حبه شطه في الخلطه بتاعتنا. احنا كده فاضل على تركه واحده. هنحط ايه؟ هنحط حبه خل. انا بحط حبه خل في الخلطه بتاعتي دي، مش كتير. حبه خل حطيناها على الخلطه تديها ريحه جميله وتديها طعم جميل وتساعد في السوى.
هنسيب التتبيله والخلطه الجميله دي على النار تستوي، وبعد ما تستوي او قبل ما تستوي وهي اثناء ما هي على النار هعمل لكم مكرونه محمره. دلوقتي هنعمل حبه مكرونه محمره جنب الكبده بتاعتنا اللي احنا عملناها. طبعا المعروف والمتعارف العادي بتاعنا ان احنا بنعمل المكرونه اللي هي بتتسلق وتحط لها صلصه، دي التقليديه بتاعتنا العاديه. انا بقى بعمل المحمره، بحط حبه زيت مش كتير، احط هنا المكرونه على حبه الزيت اللي احنا حاطينهم وهنحمرها علشان نحط المكون اللي احنا هنحطه بعد كده. طبعا المكرونه محمره تغيير، بدل المكرونه المسلوقه على طول بنحط عليها الصلصه التقليديه، احنا بنغير في الطعم وفي الشكل. دي بنحمرها وبحط لها بعد ما تحمر حته تومه صغيره كده، معلقه صغيره توم تحمر بس الاول كده، ونحط الخطوه اللي بعد منها. ادي المكرونه اتحمرت زي ما انتم شايفين، يعني يعتبر نص تحميره، ما اتحمرتش خالص بس هي بقت مفلفله. نحط بقى عليها الثوم زي ما قلت لكم، حته ثوم على المكرونه ونقلبها. مش عايزه اقول لكم لما بتنزل الثومه في المكرونه بتدي ريحه جميله قد ايه، ريحه حلوه قوي بصراحه، مختلفه، حاجه جديده والتغيير. احنا بنحب التغيير لما بنزهق من الحاجات التقليديه اللي بنعملها على طول، لازم نغير حاجه جديده. بنديها تشويحتين ما بنطولش لان المكرونه سخنه، فلو سيبناها شويه هتتحرق. بعد ما نديها تشويحتين بنحط حبه طماطم مش كتير، يعني كده بصوا زي ما انتم شايفين كده حبه طماطم. ونقلب، هنحط بقى الملح بتاعنا ونظبط ملحنا. طبعا الحاجات دي تقديريه، موضوع الملح ده بيبقى تقديري. وهنقلب، هنسيبهم شويه مع التومه مع الطماطم حبه كده مع بعض، يشربوا من بعض وياخدوا من الريحه ومن الطعم. لو عايزه تحطي واحده مرقه تدي المكرونه طعم ماشي، دي اختياري برضو الخطوه دي، اللي بيحب المرقه وما بيستخدمش المرقه ممكن ما يحطهاش براحته. انا زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب استخدام المرقه، تدي طعم الاكل بصراحه يعني، وتعودت على طعم الاكل فيها. بعد ما تدوب شويه كده في الخلطه بتاعتنا بتاعت المكرونه نكون محضرين الميه بتاعتنا ونزود الميه. انا بالنسبه لي بزودها الميه شويه عشان انا وولادي بنحبها تكون طريه، ما بنحبش المكرونه ناشفه، بحبها تكون فيها نسبه شوربه كده خفيفه يعني بسيطه. هبقى اوريها لكم لما تخلص. فانا بزود الميه شويه، اقلبها كويس، نتاكد ان الملح بتاعها داب والمرقه دابت، وبنغطيها ونسيبها تستوي. هنبص بقى على الكبده بتاعتنا وصلت لغايه فين. كنت مغطيه عليها اهي، دخلت في السوا خلاص. هظبط لها الملح بتاعها، نشوف ملحها لو محتاجه ملح او محتاجه اي توابل. انا بالنسبه لي محتاجه حبه ملح، هحط لها حبه ملح وكده يعتبر دخلنا في السوا. دلوقتي خلصنا، ادي الكبده بعد ما خلصناها. طبعا بحط معاها نص ليمونه، اللي يحب يزود طبعا الليمون عليها بمنتهى الروعه، بيديها طعم جميل جدا مزز كده وحلو. ادي المكرونه اللي انا عملتها، المكرونه اللي هي المختلفه عن اللي مسلوقه، دي محمره زي ما قلت لكم، وفيها كده جوسي كده خفيف فيها برده بيديها طعم جميل. ادي اكلتنا النهارده كبده ومكرونه، اللي حابب ياكل عيش مع الكبده حابب ياكل مكرونه وكبده، بس طبعا دي اذواق. وبالف هنا والف شفا.